اول حاجه غادي نديرها كما كتشوفوا، غادي ناخذ الظهر والامام وغادي نحاول نلاقيهم مع ديك الباندا الفوقانيه ديال اللي كاينه الفوق. المهم ما عرفتش نقول لها سميتها هذه. وغادي ندير هاد التكامش هنايا هكا. دائما كنبدا من الوسط، كنوضع علامه في الوسط هكا، يعني باش نحدد الوسط ديال هنا وديال هنا، باش عاد نبقى نمشي وانا كنكمش هنايا باش نعرف شحال خصني ندير ديال هذوك لي فرونس هنايا واللي الجهه الاخرى. من بعد ما لقيتهم هنا كما كتشوفوا، دابا غادي ندوز باش نلاقي الكتاف هكا، يعني نخيط هنا وهنا كما مولفين كنديروا دائما. ما خيط يعني جمعت ودرت السورجي باش كيعطيني لا فينيسيون. دابا غادي ندوز باش نركب الكمام في البلايص ديالهم، يعني نفس الطريقه اللي كدير دائما. كناخذ دائما هنايا يعني الوسط ديالكم، الراس ديالكم هو هذا، هو اللي كنبدا به. في هذه الحاله كما كتشوفوا عندي يعني لكم قلت لكم غادي ندير فيه يعني حتى هو لي فرونس تكامش هكا. غادي نكمش مزيان حتى كيوصل هذا في بلاصتو. علاش؟ باش يعطيني الفوليوم في الكتاف. انا غنوريكم كيفاش درت له. كما كتشوفوا كنمشي من الوسط كما قلت لكم من الراس ديال الكتف وكنبدا نخيط حتى الجهه الاخرى. دابا ندوز ندير الجهه الاخرى، يعني هاد لافاس الاخرى غير بغيت نوريكم كيفاش كيجي، يعني راه فاش كيجي من فوق هكا جهه الكتف. المهم مازال غادي تشوفوه ان شاء الله ملبوس، لان دابا شويه هاد اللون مغلوق ما صعيب باش نوريه لكم، ما كيوضحش، لكن غادي تشوفوه ان شاء الله ملبوس وغادي تفهموا علاش درنا هكاك في ديك الفصاله. وكيجي هكا من فوق كيعطي الفوليوم في الكتف، كيجي زوين. نتمنى يكون واضح. دابا غادي ندوز باش نسدو من هنا، نسدو من هنا ونركب لي بواني كما كنركبهم دائما. يعني ما بغيتش نوريكم هذه المرحله هذه، لكن تلقاوها في الفيديوهات السابقه. يعني البواني راه وريتهم ماشي مره ماشي جوج ان شاء الله. من بعد ما ركبت الكمام كما كتشوفوا وركبت لي بواني، يعني ساليت من هاد الاجزاء هادو. دابا غادي ندوز للكول. الكول اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نخيطو من هنا، يعني غادي تخيط من هنا، تخيط هكا، غندوز باش نركبو الخياطه كما كتشوفوا. كندير واحد 4 سنتيم هنايا ديال الخياطه ونخلي 2 سنتيم ما مخيطاش، عاد كنكمل الخياطه. علاش؟ باش حيت نطويه هكا، يعني هذا الجزء هذا هو مناش غادي نخرج الخيط هنايا. يعني الخيط اللي داك السير اللي غادي ندير لقدام خصو يجيني من فهاد الفتحه هذه. غادي ندوز باش نضرب هاد البلاصه هذه بالخياطه مزيان باش ما يبقاوش يخرجوا لي هاد الجناب هكا. كتشوفوا كيجي بحال هكا، يعني هاد الفتحه هذه كتجيني ساهله باش نديرها، ما كنحتاج دوك التقابي او الخياطه يعني بالماكينه الاخرى. فقط هاد الفتحه هذه كما قلت لكم كنعاود عليها الخياطه باش ما يبقاوش يخرجوا لي الجناب صافي، ونخرج منها السير. دابا غادي ندوز باش نركب الكول. اول حاجه غادي نديرها بما ان هاد الثوب هذا كيزلق، غادي ندوز باش نخيط هذا، يعني حتى لي زيبان ما كيشدوش مزيان. غادي ندوز باش نخيطو، يعني الكول بوحدو يتخيط ويتدار له السورجي، عاد ندوز ونركبو في الكول. بعد ما خيطته ما درتلوش السورجي لان غادي نديرو من بعد فيهم بجوج. صافي كنجيب هاد الخياطه هذه نجيبها هي اللي خاصها تجي لقدام هكا، يعني كنقلب كنقلبها الكل باش يجيني يعني هاد يعني الفتحه هذه، باش تجيني هاد الفتحه هذه للفوق حيت نبغي ندير الخيط. دابا غادي نحدد الوسط ديال اللبسه من القدام هكا، يعني نوضع الكتف على الكتف وهنا، ونجيب هذيك الخياطه اللي عندي هذه نجيبها هكا ونبدا نخيط حتى ندور على الكل كامل. ما ركبت الكول كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش ندير السير، وغادي ندير له دوك لي بونبون هنايا، يعني دوك الشوشات باش كيجي زوين وشيك. غادي ندوز باش نصاوب الشوشات هنا، ناخذ الطريف ديال الثوب ندير
دابا غادي ندوز باش نخيط هادو، يعني نخيطهم من هنا ونخليها مفتوحه من هنا باش ندير الخيط هكا. بعد ما خيطتها وقلبتها، هي هذه مازال ما قلبتهاش باش تشوفوها، يعني هكا يعني اسهل ما يكون هما هاد الشوشات هادو، يعني راه ساهلين بزاف. كندير فيهم اشكال على شكل قلب، على شكل دائره، ماشي مشكل باش كتكون هكا. صافي غادي نجيب هاد الخيط السير هنايا، غندخلو مزيان هكا، وغادي نخشي هاد الجناب هكا وندوز عليه الخياطه باش يتشد مزيان، يعني بهاد الطريقه هذه هكا. ما ساليت الكول وهذا الجزء هذا الفوقاني. دابا غادي ندوز لهاد الجناب، غادي نسدهم، يعني غادي نخيط من هنا يعني حتى لتحت، نخيط هاد الجناب، وهذا كذلك نخيطو هكا، يعني نخيطو نوجدو باش عاد نلاقيهم من التحت. غادي نركب هذا الدوبلور اللي قلت لكم من التحت، يعني غنجيب التحت ديال هذا ونخلي الوجه، غادي ندير وجه على وجه يعني، وغادي نجي من هاد الجهه هكا، غادي نثبت هاد القنت هذا هكا، ونمشي للقنت الاخر نثبتو مع هذا من هاد الجهه، عاد نبدا ندير التكامش باش من بعد نقلبو. اللي درت باش كنعرف يعني شحال ديال التكامش اللي غادي ندير، كنثبت يعني هنا كما قلت لكم مع الخياطه، وعاود كناخذ الوسط ديال هادو وديال هنا وكنلاقيه شي شويه كما كتشوفوا، يعني كل قنت كنشدو، عاد نمشي ندير التكامش ديالي على راحتي، يعني بلا قوه العبارات والقياسات. كتشوفوا من بعد ما خيطت راه كيجي هكا، وغادي نقلب يعني هذا غادي يرجع للداخل هكا، يعني هنا قلب اللبسه ديالي كامله هكا، باش غادي نفيكسي داك تحت ان شاء الله بهذا الشكل هكا. غادي نجي حتى لهنا وغادي نحاول يعني قبل كلشي غادي ندوز هنايا السورجي باش نخيطو مع هذا الجزء هذا هكا، من هنا حتى كنوصلوا لهذا القنت هكا بهذا الشكل هذا، ونعاود نلصقو مع هذا البوندا اللي عندي في التحت. بعد ما خيطت كما كتشوفوا غادي ندوز دابا باش نقلبو، لان خيطتو مع هذا الجانب هذا الدخلاني، دابا باش نقلبو تشوفوا ان شاء الله غادي تلبسوا ريم باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش جا. كتجي بهذا الشكل هذا، يعني كيعطي هاد التكامش لتحت. المهم غادي تلبسها دابا وغادي تشوفوها ريم. ما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي غزال وزوين، الموديل زعما صراحه عجبني هذا الموديل. هذه ثاني وحده كنديرها لريم، لان صوبتها لهم كما كتشوفوا في داك اللي وريتكم في الاول، وهذا ثاني موديل، يعني الصراحه كيجيو غزالين في اللباس. بالنسبه للسروال كما قلت لكم، لان ما كنلقاش يعني اشكال هكا الثوب المزوق ما كنلقاش، هذاك علاش يعني خديت لها السروال جاهز، راه كيتباعوا، انا خديته لها في السوق 30 درهم. والفوقاني كما كتشوفوا خديته نفس اللون وصاوبته. نتمنى نكون فتكم بهذا الموديل هذا، لان انا فاش بغيت نصاوبو عجبني بزاف، ولكن ما لقيتش شي واحد كيشرح الطريقه، هذاك علاش زعمت وحاولت نقلب على الطريقه باش كيصاوبوه الراسي، والحمد لله راه توفقت كما كتشوفوا، يعني الشكل ديالو زوين. بالنسبه اللي بغى يزيد جياب راه يزيدهم. المهم ريم ناشطه، هي ما راهاش في هذا العالم. يلا نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله في شي موديل جديد اخر. يلا بسلام عليكم، كلهم بسلامه.